هويتك أو جنسيتك هي أساس لكل شيء فيك وفي حياتك. هي عنوانك، هي قوتك، هي شعارك، هي سيادتك على الأرض. بدونها انت تتوه في الحياة. يعني مثلا لما تيجي تقولي أنا مصري فأنا بحدد عنك حاجات كتير، ولما تقولي مثلا أنا كويتي هحدد عنك حاجات مختلفة تماما. وهنا في نقطة مهمة جدا لازم تكون عارفها، ان انت لما بتفقد نفسك فانت بتفقد هويتك وبتفقد جنسيتك. تخيل نفسك عامل بالظبط زي ورقة شجر متصلة بالشجرة، حية قوية بتستمد الطاقة بتاعتها من الشجرة. وتخيل ورقة الشجر دي لما بتسقط من الشجرة وبتقع على الأرض فبتفقد الحياة، بتفقد الطاقة بتاعتها، فبيداس عليها. اهو انت لما بتفقد هويتك وجنسيتك بتكون ورقة الشجر اللي وقعت على الأرض واتداس عليها. مفيش طاقة، مفيش حياة، مفيش جديد. انت مذبذب بلا هوية، الرياح بتشيلك وبترميك مطرح ما هي ترميك، وانت ملكش اي قدرة على السيطرة. هويتك او جنسيتك هي مرتبطة بمسار واحد فقط في الكون. لما بيتم تعديل المسار ده فانت بترجع ترتبط بالجذر بتاعك من تاني وتستمد الحياة من تاني وترجع لهويتك فتتحل مشكلتك. تفتكر انت بقى ايه هو المسار في الكون اللي مسؤول عن هويتك وجنسيتك؟ فكر بوعي واكتب لي في الكومنتس.